تنظيم البطولات وتواجد المنتخب على في هذه البطولات. محاولة الله 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 الله، اعبرت وخرج جلال حسن علي فايز وجلال حسن، وبالتالي استقرت في مرمى المنتخب العراقي. الكرة بهذا الشكل مرت، والحقيقة شوف اللي حدث ما بين علي فايز واللي حدث هني امامك اللقطة كاملة متكاملة. النقلة الأولى، النقلة الثانية، شوف لاعب المنتخب الفيتنامي وين، شوف المدافع وين، وشوف خروج حارس المرمى جلال حسن. لا جلال حسن غطى عدل، لا علي فايز غطى عدل، وبالتالي الكرة مرت وعبرت، وكان الهدف الأول لمصلحة المنتخب الفيتنامي. شوف مرة أخرى، لاحظ مرة، لا مو بهالشكل على الاطلاق، ما تلعب الكره. علي فايز يتسبب الحقيقه هطفه من علي فايز، ربما اللي في متناولك يا حسين، في متناولك يا ياسين، في متناولكم قادرين عليهم. يلا الجول، جول التعادل نبيل الان الله. نبيه الآن وظهر ميمي وسجل هدف التعادل للعراق. تلاعب فيهم كيفما يشاء، وتقدم الشاب الصغير 18 سنة، يتقدم مهند علي ويتلاعب بالفيتناميين ويسجل الجول الأول للعراق. صارت النتيجة هدف له. نعم المنتخب العراقي قادر. شوف فك الكرة وهفة دفاعية من مدافع. شوف هني، يا سلام على المهارة، على سرعة البديهة، على سرعة التحكم بالكرة، على التقدم على الكرة في الجول. انه المنتخب العراقي، انه ميمي يسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب العراقي. ويمان من ارتكب الهطوة وامام لاعب ما يلاعب على الاطلاق، لاعب سريع مهاري جدا، المهارات الفردية حاضرة بشكل واضح. انت اذا تبي تختبر المهارة الفردية والموهبة اللي يتمتع فيها، اي نادي يروح، وين التفكير، وين يستقر، هل يستمر في العراق، هل يلعب خارج العراق، وهذا شيء متوقع جدا. محاولة المنتخب الفيتنامي المرور والتقدم. يا الله المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني. المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني. المنتخب العراقي إنجوان كونغ يتقدم ويسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الفيتنامي. شوف ولاحظ معي ايضا الاداء مستمر. حذرت قبل قليل، شوف اعطاه الفرصه، سدد، تهيأ بهذا الشكل، ما في لاعب غطى من البدايه. شوف لا التغطيه الاولى ولا بعد ذلك بعد المرور، ابدا بشكل سلس. لاعب المنتخب الفيتنامي تقدم اولا بالشكل ترونغ، وتهيأت بعد ذلك الى كونغ، والهدف الثاني. ومعاناة العراق دفاعيا واضحة. العراق يعاني دفاعيا، المنتخب العراقي يعاني دفاعيا، ومشاركة بشار رسن ما أتت بثمارها وما صلحت الأخطاء القاتلة. في أخطاء في الجهة اليسرى مباشرة إلى اللاعب المتقدم في المنتخب العراقي. مرور عراقي ناجح، والكرة عالية انحطت، ومرة أخرى يتقدم مهند علي. جول العراق. نتيجة المباراة همام من اللمسة الأولى. همام طارق يطرق مرمى المنتخب الفيتنامي ويسجل هدف التعادل للعراق.
الهدف ياتي الان. شوف الان يعني انا كنت اطالب اخدموا اكو لاعب يتحدث عنه. هو حاول المحاولة الاولى، هو عطل المدافع، هو عطل حارس المرمى. اخدموه يا شباب، العبوا له الكرة. شوف هو ايش عمل بالضبط. مهند الصغير العراقي ايش عمل؟ عطل الحارس، عطل المدافع، اعطى الفرصة لكي يتقدم همام طارق اللي يطرق مرمى المنتخب الفيتنامي بهذه القذيفة اللي يسكنها الشباب مرمى المنتخب الفيتنامي. في الوقت المناسب ياتي هدف التعادل لابناء الرافدين، تصير النتيجة 2-2، وبالتالي امام العراق الان الدقائق القادمة اللي فيها متسع من الوقت يلعب بأريحية اكثر. جنيزة امل المنتخب العراقي يعلقها مني ولا مني. علي عدنان راح يتقدم، علي الله علاوي قص الايسر وسجل الجول الثالث للعراق. علاوي وايد زين، علاوي كلش زين، علاوي ينشر الفرح في المدرجات وينشر الفرح في العراق، وبالتالي يسجل الهدف الثالث لمصلحة المنتخب العراقي. صارت شوف خلاص ناوي عليها علاوي في الجول، وبالتالي علي عدنان يسجل الهدف الثالث لمصلحة المنتخب العراقي. علقها حطها له في المقص الايسر على يسار حارس المرمى، وبالتالي العراق يقلب النتيجة 3 مرات. يوم ما كانت 1-0 قلبها، يوم ما كانت 2-1 قلبها، يوم ما كانت 2-2 قلبها. علاوي قلبها عدل وزين المباراة للمنتخب العراقي، وبالتالي صارت 3-2. يا الله، كنت قبل شوي اقول يونس محمود عند الدقيقة 97